حكايتنا بتبدأ في قرية اسمها السنبلاوين، والقرية دي تابعة لمحافظة الدقهلية. وفي سنة 1998 اتولد نجم هناك اسمه إمام عاشور. إمام عاشور ما كانش من اللعيبة اللي بدأت في الأندية الكبيرة من صغره، وموهبته بانت الأول في غزل المحلة. كان بيلعب بقلب وبيوري للناس إن الولد ده عنده حاجة مختلفة عن باقي الناس. بعدها راح حرس الحدود، ودي كانت المحطة اللي طلع منها إمام عاشور اللي نعرفه. لعبه بقى أقوى، بقى بيعرف يخلص كور في الجون وما بقتش تتوه منه زي زمان. وفي سنة 2019 جت نقطة التحول اللي قلبت الدنيا. نادي الزمالك شاف فيه النجم اللي مستنيينه وعلى طول راح ضمه للفريق. إمام عاشور في الأول قعد دكة شوية، بس لما خد فرصته ما سابهاش تاني. امام كان لعيب نص ملعب، بوكس تو بوكس زي ما بيقولوا كده، بيقطع الكوره، بيجري بيها، بيسلم صح، والاهم من ده كله تسديداته الصاروخيه اللي ما كانش حد بيعرف يصدها. والفتره دي كانت قمه تالقه، وقدر يكسب مع نادي الزمالك بطولتين دوري ورا بعض 2020 و2022، وكان هو اللعيب الدينامو بتاع الفرقه. الجماهير كانت بتموت فيه، وبقت بتشوفه خليفه لنجوم كتير في نص الملعب، وبقى من اللعيبه اللي بتنزل الملعب عشان تكسبك ماتش. وفي عز تهوج امام عاشور، امام حب يغامر ويطلع بره، وفي بداية 2023 خد قرار الاحتراف وراح ميتلاند الدنماركي. ودي كانت خطوة كبيرة ومهمة عشان يقول ان هو يقدر يلعب في اوروبا. التجربة ما كملتش كتير، بس سجل هدفين مهمين واثبت ان هو قد التحدي. لكن يمكن لأسباب شخصية أو فنية الرجوع لمصر بقى هو الحل. وفي الصيف اللي فات، صيف 2023، الدنيا اتقلبت. رجع إمام عاشور، بس رجوعه كان صدمة للناس كلها. إمام رجع لمصر تاني، بس الدور ده رجع اللي هو يلبس تيشيرت النادي الأهلي. والانتقال ده عمل موجة كبيرة في مصر كلها. لعيب كان نجم الزمالك الأول يروح الأهلي كده، ودي ما كانتش حاجة سهلة لا ليه ولا لجماهير الزمالك. بس امام زي ما عودنا ان هو يدخل الملعب عشان يلعب كوره وبس، ورجع يثبت نفسه من تاني، وبدأ يلعب مع الاهلي، وبقى بيلعب في بطولة افريقيا والدوري، وبقى بيقدم اداء قوي مع فريقه، وبيستغل المهارات اللي عنده انه يعرف يلعب تحت المهاجم ويعرف يربط الخطوط ببعضها. وبقى من اللعيبه اللي الاهلي ما بيقدرش يستغنى عنها حاليا. امام عاشور بيكتب فصل جديد في حكايته، حكايه بطل ما بيخافش من المغامره ومستعد يواجه اي تحدي عشان يبقى دايما نجم الشباك في الكره المصريه.